بص، انا عارف ان اكتر حاجه ممكن ترخم عليك في حياتك هو ان اكونت من الاكونتات بتاعتك يتسرق. انا عايز اقول لك الكمبيوتر بتاعي اتعمل له هاكينج من كام يوم، والهاكر سرق اكونتات كتيره قوي من اكونتاتي. بس الحمد لله قعدت بصيت على النت كده وعملت سيرش كتير ووصلت لافضل طريقه ممكن تعمل بيها سكيور او تامن بيها كل الاكونتات بتاعتك مهما كانت هي ايه، عن طريق ابلكيشن هقول لك عليه في الفيديو بتاع النهارده. فيا ريت بس قبل ما اكمل الفيديو تنزل تعمل لايك للفيديو كده قبل ما نبدا في اي حاجه، واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس لو انت مش مفعله عشان اي فيديو جديد ننزله يوصلك على طول. وكالعاده من غير كلام كتير، معاكم محمد ابو اليزيد، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب تعال نبص بقى احنا ممكن نعمل ايه هنا. اولا انا عايز اخش معاك هنا على ابلكيشن دو، وعايز اوريك ان انا رابط اكونتات كتيره قوي من عندي عليه. طيب بتربط اكونتاتك بيه ازاي؟ اول حاجه انت بتخش على اد، ودي الابلكيشنز اللي مدعومه عندك. مثلا ممكن تربط اكونت امازون، ممكن تربط مثلا اكونت دو نفسه، بس معرفش لو ربطته هتلوج عليه ازاي. عندك هنا الفيسبوك، عندك ابلكيشنات كتير قوي، عندك جوجل، عندك انستجرام، مايكروسوفت، ومثلا حاجه زي اوبر برضو، وتويتر، تيم فيور، سناب شات. اكونتات كتير قوي ممكن تربطها عن طريق ابلكيشن دو. طيب انا هبدا معاك باول حاجه واللي انت غالبا هتستعملها كتير، وهو اكونت الفيسبوك، واللي انت عاده هتستعمله كتير قوي. تقدر تربطه عن طريق حاجه من اتنين، يا اما تستعمل كيو ار كود يا اما تستعمل اكتيفيشن كود. فانا هقول له مثلا انا هستعمل اكتيفيشن كود. طيب هجيب الاكتيفيشن كود بتاعي منين؟ انا اول حاجه هفتح اكونت الفيسبوك بتاعي عادي خالص، وهخش على الثلاث شرط اللي فوق دول. عندي السيتنجز هروح عليها، وبعدين هخش على الاكونت سنتر، بعدين بخش على باسورد اند سكيورتي، وعندك تو فاكتور اوثنتيكيشن. بختار انت عايز تربط الفيسبوك ولا الانستجرام. انا هوريك كل واحد لوحده. عندك اول حاجه الاكونت الفيسبوك، بيقول لك اكتب الباسورد بتاعتك، هكتبها وارجع لكم على السريع. طب انا كده بعد ما كتبت الباسورد بتاعتي بيقول لي عايز تربط اوثنتيكيشن اب طبعا، وهيقول لي اد اب جديد، يعني اد اب. وهنا لو عايز تسميه ممكن نسميه اي حاجه على السريع كده، وبعدين هعمل نيكست. بعدين جاب لي بقى دلوقتي حاجه من اتنين، يا اما السكيورتي كود دوت هاخده كوبي واحطه في الابلكيشن، يبقى انا كده ربطت الفيسبوك بابلكيشن دو، يا اما هعمل جنريت كيو ار كود وهاخد الكيو ار كود دوت احطه في الابلكيشن مثلا علشان اعمل لوج ان عن طريق ابلكيشن دو، او اربط الدو بتاعي باكونت الفيسبوك. بعد كده لما اجي اما اكون عايز الوج على ابلكيشن الفيسبوك، هيقول لي خد الكود اللي قدامكم دوت، الست ارقام دولت حطهم في ابلكيشن فيسبوك علشان تقدر تعمل لوج ان. وهقول لك حاجه هطمنك، الست ارقام دول بيتغيروا كل 30 ثانيه ومفيش رقم منهم بيتعاد مره ثانيه. ده بالنسبه لاكونت الفيسبوك. لو رحنا على انستجرام فهو نفس الطريقه، هرجع اخش على انستجرام، هيوديني على طول على الاوثنتيكيشن اب. هضيف هنا برضو، هيبقى عندي بقى ان اخد الكود ده كوبي. انا على طول هاخد الكود كوبي وهرجع على الابلكيشن، هعمل اد، اروح على انستجرام، اعمل يوز اكتيفيشن كود، وهحط الكود بتاعي هنا وادوس نيكست. اوكي خلاص، يبقى انا كده ربطت الانستجرام برضو بابلكيشن دو، يعني مش هعرف الوج على انستجرام من غير ابلكيشن دو بتاعي. عندك مثلا اوبر موضوع سهل قوي. انا هنا فتحت ابلكيشن اوبر ورحت على اكونت، عندك السيتنجز، وهتدوس على اسمك من فوق، بعدين سكيورتي، بعدين تو ستيب فيريفيكيشن. هيطلب منك 6 ارقام كود هتلاقيهم موجودين طبعا في الدو، خدهم هنا كوبي، وهرجع هنا اعمل بيست. انا كده لجيت على الاكونت بتاع اوبر، محتاج مني الباسورد بتاعتي هكتبها برضو. خلاص انا كده بعد ما كتبت ال6 ارقام بتوعي هيظهر لي هنا اوثنتيكيتور اب، هبقى ادوس عليها هيطلع لي برضو كود، هاخده كوبي احطه في البرنامج بتاع الدو. هنا اهو هعمل اد، وبعدين هنزل على اوبر يوز اكتيفيشن كود، هحط الكود بتاعي هنا. خلاص كده ابقى ربطت برضو الاوبر بالابلكيشن بتاع دو. طيب اهم اكونت فيهم بصراحه من وجهه نظري هو ابلكيشن جوجل، طبعا لان لو جوجل بتاعك اتسرق فانت غالبا كل اكونتاتك هتبقى اتسرقت. لو اي اكونت من اكونتاتك اتسرقوا مش هتعرف ترجعه. طيب جوجل امره سهل، احنا هنخش على الجيميل، بعدين هتلاقي فوق هنا الاكونت بتاعك مانج يور اكونت او مانج يور جوجل اكونت، بعدين هنسكرول من فوق كده عندك سكيورتي. بعد ما نختار سكيورتي بيقول لك تو ستيب فيريفيكيشن. خلاص بعد ما فتح كده التو ستيب فيريفيكيشن، بعدين هلاقي هنا اوثنتيكيتور اب، هدوس عليها سيت اب اوثنتيكيتور، هيطلع لي كيو ار كود، يا اما اخده واحطه في البرنامج بتاع الدو، او ادوس كانسيت واخد الكوبي الكي اللي موجود هنا دوت
واحطه في الابلكيشن، يبقى انا كده ربطت اكونت الفيسبوك بتاعي والانستجرام واوبر، ممكن اعمل برضو تويتر، ممكن اعمل كذا اكونت بنفس الطريقه. ولكن اهمهم طبعا من وجهة نظري هو الابلكيشن بتاع جوجل او الايميل بتاع جوجل اكونت بتاعك، علشان لو اي اكونت تاني اتسرق تقدر انك ترجعه بكل سهوله. ده بالنسبه للبرامج دي. خليني اقول لك بقى ان في عيب في البرنامج ده لو انت هتستعمله. لو الاكونت بتاعك او انت غيرت موبايلك الشخصي اللي معانا هنا، يعني انا هنا بستعمل ال 23 الترا، لو انت غيرت الموبايل بتاعك بقى لازم تعمل من كل الاكونتات بتاعتك اللي انت رابطها هنا تيجي على الثلاث نقط اللي فوق وبعدين تعمل ديليت. طيب ليه اعمل ديليت؟ علشان اجي على الموبايل الجديد اعمل سيت اب للبرنامج واربط الاكونتات بتاعتي كلها مره تانية من على البرنامج او من على الموبايل الجديد. يعني افهم من كده ان لو موبايلي دوت اتسرق، الموبايل ده لو اتسرق اللي انا عامل عليه الدو بتاعي، مش هقدر اوصل للاسف للبرامج بتاعتي الا بقى عن طريق ان يبقى معاك الباك اب كودز اللي بتبقى موجوده في البرامج اللي انت بتستعملها او في الاكونتات بتاعتك. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.